طيب هما كلمتين هقولهم، والكلمتين مش عن الماتش، كلمتين مش على اداء الماتش، ومش ماتش تكتيكي وما فيش اي كلام بقى اللي هو عملنا وسوينا وبتاع، لان خلاص اللي حصل حصل والماتش خلص. فمن غير اي اديت ومن غير اي حاجه، هما كلمتين كده عايز اقولهم، وكانوا في دماغي عشان عارف ان احنا هنخرج من البطوله. فهنخش في الانترو ونقول البقين دول. لو ما عملتش لايك وشير وسبسكرايب، خش اعمل سبسكرايب، لان لسه في حاجات كتيره قوي جايه، وزي ما قلت لكم في فلوجات وفي دربيات جايه كتير قوي. اهلا بيكم، انا فوزي نينيو. طيب كلامي مش عن اداء المنتخب في الماتش، ولا هطلع اقول لك حسام حسن كان جبان وبالغ في الدفاع وما عرفش يعمل اللي عمله مع كوت ديفوار، ولا اتكلم على التغييرات، ولا اتكلم على مصطفى محمد، مش هتكلم على كل ده خالص. انا كلامي ما بعد البطوله دي دلوقتي، وهو ده اللي انا كنت قلقان منه. انا بالنسبه لي كاس العالم بالنسبه لي اهم. كاس العالم بالنسبه لي اهم. عارف ان احنا مش هنطلع في كده مش هنطلع اي مركز في كاس العالم، بس انا بالنسبه لي كاس العالم اهم. اللي احنا هننتظره دلوقتي بنسبه كبيره قوي، او هو كده مفيش غير حل من الاثنين، يا اما هنطلع نسمع ان حسام حسن مكمل لحد كاس العالم، يا اما هنسمع اقاله حسام حسن، وهي دي هتبقى المشكله عندي. في بدايه الحلقات اللي اتكلمت فيها عن كاس العالم، عن كاس الامم الافريقيه، قلت ان احنا عندنا مشكله في المنظومه، ودي حاجه كلنا عارفينها وكلنا شايفينها. في مشكلتي هنا ان انت ما عندكش اي رؤيه لاي حاجه، ما عندكش انت مش عارف انت هتعمل ايه، انت مش عارف وبعدين ايه، انت بتحاول تلصم الدنيا وبتحاول من الاخر كده تخلي الراي العام يقول كلمتين كويسين. في قراراتك في اقاله اي مدرب قبل كده، في قراراتك انك تعين اي مدرب، انت ما بتبقاش فاهم ايه اللي بيحصل. طول ما انت ما عندكش سيستم، طول ما انت مش عارف انت هتعمل ايه، طول ما انت هنفضل بالمنظر ده، وطول عمرنا مش هنعمل اي حاجه. هنفضل كده لحد ما ندور على جيل ذهبي بقى تاني بامكانيات خارقه يجي يحاول يجيب لنا اي بطوله. دي نفس المشكله اللي موجوده مثلا في نادي زي مانشستر يونايتد. فكره ان انت بتغير مدرب كل شويه، فكره ان انت مش هتثبت على حد، هتفضل تعمل كده. انت كاس العالم ده شهر 6، احنا في يناير. هتجيب مدرب امتى يعمل ايه، يلعب ماتشات عامله ازاي، والتوقفات ده عندنا كام توقف دولي لحد شهر 6، عندنا كام ماتش ودي، وبعدين هتجيب مدرب تاني يعمل ايه. انا مع ان حسام حسن يكمل، كل عارف رايي في حسام حسن كمدير فني ايه، بس انا الفكره مش في كده. الفكره دلوقتي عندي مدرب بقاله حبه ماسك المنتخب وماشي بنهج معين وبشكل معين. فكره الاستقرار الفني هو ده اهم حاجه، لان عجبك او ما عجبكش، حتى لو انت جبت مدرب تكتيكيا عالي، انت مش هتعمل حاجه، لان انت كان جبت مدرب قبل كده تكتيكيا عالي وما عملتش حاجه. قصدي على كيروش. الحل الوحيد اللي انا شايفه او نجاح اي منظومه هي الاستمراريه في ان انت بتعمل حاجه ومكمل فيها. فانا دلوقتي عندي مدرب هو حاطط شكل. محمد صلاح طلع اتكلم ان هو ده احسن معسكر عمله قبل كده في حياته، ممكن يكون افور شويه بس ماشي. حتى لو الشكل مش عاجبك، حتى لو المستوى الفني بتاع المنتخب مش عاجبك، طب جبت حسام حسن من الاول ليه؟ فبغض النظر عن اعتراضي او عدم اعتراضي على حسام حسن كمدير فني، انت لو غيرت مدرب دلوقتي هتبقى في موقف وفي حال اوحش واوحش. فاللي اانا منتظره هنا ان انا اطلع اسمع ان حسام حسن مكمل، بس انا ما اعتقدش ان ده اللي هيحصل، لان الناس كلها مش عاجبها الاداء، وهو الاداء وحش. فالراي العام هيهيج، فهيطلع اتحاد الكوره ده انا عين فلان الفلاني وخلصت، تم اقاله حسام حسن ونجيب مدرب لكاس العالم للانديه. الفكره اللي انا كنت بحكي فيها، وده اللي انا قلتها في اول حلقه في حلقات كاس الامم، ان انت من قبل البطوله بتبتدي انت بتتكلم على مين هيدربك كاس العالم. انت فاضل على كاس العالم 5 شهور او كان 6 شهور في بدايه كاس الامم، وانت لسه مش عارف مين اللي هيمسكك في كاس الامم الافريقيه، لان انت كنت متوقع ان احنا مش هنكمل البطوله، وعارف ان احنا لو ما كملناش البطوله هتقيل حسام حسن وتجيب.
هل اداء البطوله مقنع؟ لا، اداء البطوله مش مقنع. هل احنا كنا متوقعين ان احنا هنوصل نص نهائي او نهائي؟ لا طبعا. فالموضوع محزن عشان احنا اتعشمنا من الماتش اللي فات، من ماتش كوت ديفوار. فهو ما فيش، يعني هو ما فيش اي جديد، ما فيش اي حاجه جدت. فكره ان انت هتروح جايب مدرب تاني دلوقتي وبعدين هنوصل لايه؟ هتفضل في نفس الحته اللي انت فيها. بس انا اكتر من كده ما عنديش اي حاجه اقولها. كلام بقى عن الماتش، ما عنديش اي حاجه اقولها بصراحه، او عندي حاجات كتير قوي بس ماليش خلق ان انا اقول اي حاجه. فممكن لو حسيت ان ليا خلق بعد يومين او ثلاثه ننزل حلقه تانية نتكلم فيها على الاداء. بس احنا هنسمع اقاله حسام حسن قريب، ومن غير ما نتكلم لما يجيبوا مدرب تاني. انا مش هعمل حلقه اقول فيها اي حاجه، لان انا من دلوقتي بقول ان انا معترض على حاجه زي كده، ومش شايف ان احنا هنوصل لاي حاجه. وهنستنى في كاس العالم اداء كارثي، هنستنى في كاس العالم اداء كارثي ونخرج بفضيحه. بس كده. اشوفكم في حلقات تانية وفي فلوج تاني، لان في فلوجات كتيره قوي جايه وقصص كتيره مشوقه نازله على القناه. فخش اعمل سبسكرايب، والكره دايما هتفضل للجماهير. الله، الوطن ابو تريكه، سلام.